اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، رجعت لكم من جديد وبيوم جديد ومن قناة إبداعات مختلفة، واليوم ويانا وصفة جديدة وحبيت أشاركها وياكم إذا حبيتوا تجربونها على طريقتي. عندي هذه الكمية من أفخاذ الدجاج أو طبل أفخاذ الدجاج، غسلتها تمام بالمي والملح والخل، وفسخت عنها العظم أو نزعت عنها العظم، وضفت بداخلها جبنة القشقوان، وضفت لها توابل. التوابل كانت عبارة عن كاري وكركم وفلفل أسود وبابريكا وبودر الثوم وبودر البصل وبهارات خاصة بالدجاج. وهنا أنا وضعت كورن فليكس 3 ملاعق، وضفت لها ملعقتين من الطحين، ونفس التوابل اللي ضفتها للأفخاذ ضفتها هنا، كاري وكركم وبابريكا وبودر الثوم وبودر البصل وفلفل أسود وبهارات خاصة بالدجاج. وهنا أنا خفقت بيضتين وضفت لهن نفس التوابل. هسه راح نبلش وياكم وصفتنا بسم الله، وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. يلا حبايبي ويايا على كل التفاصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا أنا جهز طبقنا لهذا اليوم، تم تقديمه وتشكيله بهالشكل هذا بطريقة إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هذا شكل النهائي حبايبي، وما أقول لكم على الطعم والريحة أكثر من رائعة إذا حبيتوا تجربونه على طريقتي. هذا شكل النهائي حبايبي، وإن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم وتنال رضاكم. بالختام أترككم في حفظ الرحمن. يلا حبايب قلبي، مع السلامة وباي باي. لا تنسون اللايك والاشتراك على قناتنا حتى يوصلكم كل جديد. DJ Ami.
DJ Ami.